مرحبا بكم عند بسكوت بون. اليوم جبت لكم هذه الحلوى سهله وبنينه سريعه التحضير وبمكونات بسيطه. هذه الحلوى كاين بزاف اللي يعرفوها كما كاين اللي ما يعرفوهاش. جبتها لكم يعني هذه من زمان ديروها هذه الحلوى، جبتها لكم نتقاسم معكم طريقه وكيفيه تحضيرها. عندي 125 غرام من الزبده، ديتها ذوبتها في الميكرو اوند، حطيتها في هذا الكاس اللي السعه تاعها 200 ملي، وكي دابت لي زدت عليها كملت الباقي بالزيت. عندي هنايا اونتو 200 ملي من الليدام، خلطتهم مليح، قسمت درت نصف في هاد السلافه ولا هاد الغيسيبيون، والباقي خليته للحشو الاخر. عندي هنايا هاد الحشو هاد الليدام الاول زدت عليه 2 ملاعق من الزيت، خلطت مليح. طبعا درت رشه الملح و2 ملاعق كبار ماشي معمرين مليح من سكر بودره او سكر غلاس. زدت عليهم كيس من الفانيلا، اي نوع من الفانيلا تقدروا تدوه. ومبشور الليمون، هنا مبشور 2 حبات من الليمون، خلطتهم مع ملعقه كبيره من السكر وحكيتهم مليح حتى تخرج لنا كاع العطور تاع اللين في هذاك السكر. وخلطت الكل جيدا. هنا شفتوني حطيت الرشه تاع الملح، خلطت باش يذوب لنا هذاك السكر اللي كان مع مبشور الليمون. سكر غلاس بالخف يذوب، بصح السكر كريستاليزي يدي شويه باش يذوب. زدت هنا بعض قطرات من عطر الليمون لتعزيز النكهه، وبعد زدت 2 حبات بيض. هنا كانوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني مشي شرط. أنا عندي البيض خارج الثلاجة خصوصا في الشتاء. خلطت هنا الكل جيدا حتى يذوب لي السكر مليح ويتجانسوا كامل المكونات، البيض والليدام وباقي المكونات. هنا فيما بعد زدت الفرينه تدريجيا، مقدار الفرينه ما نقدرش نقول لكم شحال، قعدت نزيد غير بشويه. وضفت ايضا 8 غرام حوالي من الخميره الكيميائيه، يعني ما ديتش كيس كامل، ديت فقط 8 غرام لاني عندي السعه تاع الصينيه، عندي الحجم المقاس تاعها شويه صغير، يعني حوالي 23 على 32 ولا 33. نتوما اذا ديتوا صينيه كبيره طبعا راح تضعفوا المقادير تاع المكونات وتضعفوا حتى الخميره الكيميائيه. شوفوا العجينه كيفاش خليتها طريه وما تلتصقش في اليد. شوفوا هذاك اليد ما غاديش يخليها تلتصق في اليد، راهي طريه بالبزاف. شوفوا يعني فرينه ماشي بزاف، قد ما تتلم لكم، ولميت فقط كما راكم تشوفوا بالملعقه. غادي نفرضها مباشره على كيس غذائي، يعني باش نسهلوا على رواحنا فقط العمليه. تقدروا كيما هكا مباشره حطوها في الصينيه اللي راهي مدهونه ومرشوشه بالفرينه. هي ما غاديش تلصق لان فيها كميه مليحه مليدان، بصح واحد ياخذ الحيطه تاعها ما تلصق لكمش. هنا بين 2 تاع الاكياس بلاستيكيه الغذائيه طبعا قد عليها، وفيما بعد تفرضوها وتحطوها مباشره من بعد على صينيه ونسووا الوجه جيدا. شوفوا كيفاش سويت الوجه. فيما بعد طلعت الجوانب قليلا وديت ملعقتين من المربى. نتوما دو اي نوع من المربى يكون عندكم. دهنت هذاك المربى على الوجه العجين. فيما بعد ديت نخدم الحشو الثاني. ديت هنا الليدام اللي بقى لي زبده مع الزيت، زدت عليهم السكر 4 كاس، هذا نفس الكاس تاع 200 ملي، وزدت عليهم هنا مبشور البرتقال بنفس الطريقه 2 حبات برتقال بشرتهم مع وحكيتهم مع ملعقه كبيره من السكر والملح. طبعا ما ننساوش الملح. وديت ملعقه ماشي معمره مليح من مربى نفس المربى اللي خدمت به، يعني تقدروا ديروا اي نوع من المربى عندكم، ولا حتى تدوا نصف ملعقه من العسل. خلطت الكل جيدا وللامانه زدت، غادي تشوفوني زدت الكولورون غوز. نتوما غوج بغيت لا كولور غوز، نتوما تقدروا ديروا اي نوع من الملونات ولا تخلوها بدون ملون. غادي تزيدوا 2 حبات بيض وتخلطوا هاد المكونات جيدا، ما تكثروش برك السكر بزاف، فقط ربع الكاس تاع 200 ملي فقط. والحلاوه غادي تجي ديك هي. زدت هنا الملون، تقدروا تزيدوا معطر اخر، تقدروا تزيدوا عطر الموز، اي عطر تقدروا تزيدوا
انا عطرت فقط بالمبشور تاع البرتقال وجات البنه ما شاء الله. نخلطوا جيدا ومن بعد نزيدوا لانوات كوكو. هنا لانوات كوكو ما نقدرش ايضا نقول لكم الكميه، حوالي دات لي حوالي بين 250 الى 300 غرام من لانوات كوكو. ما نقدرش نقول لكم خاطش مانيش عارفه الكميه اللي غادي تستعملوها والصينيه اللي غادي تخدموا فيها. المهم شوفوا عينكم هي ميزانكم حتى يجيكم الحشو بهذا الكثافه. شوفوا كيفاش ثقيل، يعني ما تخلوش جاري، تقلوا شويه بهذا الشكل. فيما بعد نسكب هذا الحشو على العجين الاول اللي فوقه المورا طبعا، ونسوي كامل الاطراف، نسووها مليح باش ما شي جهه تكون تقعد طالعه وجهه هكذا، ونخبطوها هكا شويه باش كاش جهه على جهه يتسوى وحده. وهنا الفرن مسخن على 190 درجة. غادي كي ندخلوه نقصوا الفرن على 170 درجة، يشد لنا بين 20 إلى 25 دقيقة. نسيو بكوردون ولا بسكين ونشوفوه ناشف وخرج. هنا فيما بعد اللي طاب لي البسكوي تاعي غادي نخليه يبرد تماما. بعد اللي يبرد غادي نرشوا عليه سكر كلاص ونقطعوه ونقدموه في دي كيسات. هاد البسكوي ولا هاد الحلوى بنينه 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 لدرجه ما تصوروهاش، خصوصا مع لي زيست اللي درناهم، زاز دو سيترون ولا زاز دورانج. والله بهذا المبشور يعطيها بنه رائعه جدا. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، واذا جربتوها ايضا كتبوا التعليقات ايضا. وان شاء الله زوار قناه ماي بسكوت تعجبكم هذه القناه وهذا المحتوى. فضلا اشتراك قناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. الى هنا نقول لكم الى اللقاء، نلتقي في وصفه اخرى من وصفات ماي بسكوت ان شاء الله.